الإذاعة دايما ليها سحر خاص. يعني دايما لازم كل فترة بكون ليا عمل إذاعي على قد ما بقدر. ليه الإذاعة ليها سحر خاص أو ليه أنا بحبها؟ طبعا السنة دي عندنا مسلسل مملكة الخواتم، لأن في الإذاعة أنت بتقدر تتخيل مشاهد وأحداث ما تقدرش تعملها في السينما أو التلفزيون. بيبقى الخيال مفتوح زي ألف ليلة وليلة. الخيال مفتوح وخيال حلو. السنة دي كان لينا تجربة مع أستاذ كريم الحسيني في خطوة نور ومسلسل مملكة الخواتم. خطوة نور هي رحلة بشرية طبعا في حياة واحد بيتعرض لحادثة، فبيحصل له تحول من شخصية أنانية، فنان أناني مغرور، لفنان متواضع بيحب الناس كلها وبيساعد الناس كلها. مملكة الخواتم هي رحلة نفسية تاريخية مهمة جدا بقى في شخصية في مملكة الخواتم. ليه؟ لأن البطل بيدخل اللعبة دي بتصيطر عليه، اللي هو زي الذكاء الاصطناعي. عشان يطلع لازم يحل تحديات، عشان يحل التحديات دي بيقابل شخصيات كتيرة جدا ومراحل كتيرة جدا في التاريخ، وبيبدأ كل مرحلة من المراحل ديت يبدأ يحل أسئلة أو يحل اختبارات. بتبدأ مثلا بنلاقي مثلا شجرة الدر، بنلاقي حتشبسوت، بتلاقي شخصيات مثلا زي امبارح كانت فاطمة يوسف، روزا اليوسف، قبليها كانت جميلة أبو حريت. شخصيات متنوعة جدا. أحداث مرة قابل الولادة بنت المستكفي وابن زيدون، ودي من الحلقات الممتعة جدا بالنسبة لي. آه، بيقابل وبيدخل في أحداث تاريخية مش بالترتيب التاريخ. يعني أنا مش مرتبين التاريخ مثلا فرعوني بعد كده مملوكي، لا، هو مرة مملوكي، مرة فرعوني، مرة عصر حديث وبناء جامعة القاهرة. النهاردة آخر حلقة بناء أول مسرح أو بناء المسارح في مصر والحركة المسرحية. آه، ال- 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 العبث دوت او الفانتازيا دي بتخليك توصل لمعنى اكبر للحقيقه الانسانيه، ان الاحداث في التاريخ كلها بتتكرر و... او بتتكرر بصوره تانية. فانا بحب التاريخ جدا، والكل اللي بيقرا لي او كل اللي قرا لي كتاب او كل عارف ان انا يعني هاوي التاريخ جدا. وممكن اللي غرس في موضوع حب التاريخ ده والدي الله يرحمه. ف... فاللي انت تقدم عمل تاريخي بقى بأريحية جامدة، وفي عصور مختلفة وناس مختلفة ونفس بشرية مختلفة، كريم الحسيني اللي هو يعرف بقى يخرج المسلسل دوت تقريبا فيه يعدي 100 ممثل مثلا او 120 ممثل. فلا هو عمل مجهود خرافي في الإخراج، وهو الحقيقة نقل الصورة اللي أنا كاتبها كصوت أحسن ما أنا كنت أتوقع. يعني الناس اللي شغاله في المؤثرات الصوتيه عملت شغل حلو، الناس اللي شغاله في المونتير عملوا شغل حلو. لا، المسلسل فعلا مسلسل تقيل. مملكه الخواتم من وجهه نظري طبعا، يعني انا عارف ان صاحب الشيء ما يشكر في حاجته، ده مش شيء كويس، بس انا حابب اتكلم عنه. اظن ان هو لو اتعمل مسلسل 3 دي كرتون هيكسر الدنيا. لان المسلسل فعلا على مستوى الاذاعه جات لي رسايل ومكالمات كتيره جدا، الناس مبسوطه من المسلسل. وهو المسلسل فيه امكانيه كده، لان هو مسلسل برضه في حته ايه، ان انا بعلم الاطفال او الاجيال الجديده التاريخ. بربط لكم كليوباترا بشجره الدر، بجميله ابو حريت، بروزا اليوسف. بنربط الاحداث كلها ببعض عشان نطلع بنتيجه تاريخيه او نتيجه فنيه حلوه زي مملكه الخواتم. اتمنى اللي ما سمعش المسلسل يلحق يسمعه، وفي صفحه معموله للمسلسل مجمعين الحلقات كلها تحت بعض. هو المسلسل انا كتبته بالظبط في 220 دقيقه. معرفش بقى هم يعني طلعوه كام دقيقه بالظبط، بس ده اللي انا كاتبه، كنت انا كاتب 220 دقيقه. شكرا.